يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم. أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. ديل كارنيجي هو مؤلف أمريكي ومطور الدروس المشهورة في تحسين الذات. من مواليد سنة 1888 وتوفى سنة 1955 بعد لما أصيب بسرطان الدم. من أهم أقواله إن أفضل طريقة لكسب الجدال هو تجنبه. لا يمكن أن تحقق النجاح إلا إذا أحببت ما تقوم به. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. لقد علمتني تجارب 30 عام أنه من الحماقة أن تلوم على أحد. كل أمة تشعر أنها أرقى من الأمم الأخرى، وذلك يولد الوطنية والحروب. أصعب اللحظات تلك التي تعتزم فيها على اتخاذ قرار يؤلمك لكنه صائب. لكي تتعامل وتتحاور مع الإنسان الخشن، حاول أن تستخدم معلوماته وأفكاره. الرجل الذي يريد المرأة ملاكا عليه أن يكون لها جنة، فالملائكة لا تعيش في الجحيم. إن نصف القلق الموجود بالعالم بسبب أناس يحاولون اتخاذ قرارات قبل أن يكون لديهم المعلومات الكافية. تقبل ماضيك دون ندم، تعامل مع حاضرك بثقة، وواجه مستقبلك دون خوف. لا شيء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض. معظم الأشياء المهمة في الحياة هي نتيجة أشخاص آمنوا بالمحاولة رغم أنه لم يكن هناك أمل في ذلك. لا تكره من يغار منك، بل احترم تلك الغيرة فيه، لأن غيرته ليست سوى اعتراف بأنك أفضل منه. كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. أشوفكم على خير.